اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. بعتذر لكم على الغيبه الطويله ديت، بس عشان يعني اجازه العيد مع اجازه الوقفه، والواحد كان مركز مع شويه حاجات كده كان بيعملها. وان شاء الله من النهارده وبعد كده نبدا بقى نشتغل الشغل بتاعنا الجامد اللي احنا على طول بنعمله، ونزق بقى شويتين ثلاثه علشان نكيب اب مع كل حاجه طلعت جديده. النهارده احنا هنتكلم على النود بتاعه جيميناي فلاش 2 اللي موجوده جوه كونفي اي. ازاي نقدر نستخدمها وازاي نعمل لها امبلمنتيشن جوه كونفي عشان نقدر نستخدمها زي ما احنا عايزين. هتيجي تقول لي طب ما احنا ليه ما نستخدمش الحاجه ديت في الموقع بتاع جوجل ذات نفسه؟ 3 اسباب. اول سبب، الموقع بتاع جوجل ذات نفسه الصور اللي عليه بتبقى بوتر مارك، انما لما بنيجي نستخدمها بالاي بي اي زي ما هوريك دلوقتي مش هيبقى فيها اي ووتر مارك، وهتستخدمها زي ما انت عايز. الحاجه التانية، تقدر تعمل زي ما انا بعمل هنا كده، تقدر تدخلها جوه اي ورك فلو موجوده في كونفي اي وتعملها. مثلا انا مدخلها هنا في الورك فلو بتاعت الاب سكيل، فالصوره لما بتطلع بيتعمل لها اب سكيل ويبقى شكلها كيوت قوي يعني، زي ما انت شايف كده. جميل. تقدر تدخلها في ورك فلو تانية، تقدر تحدد تعمل انالايز للتكست بتاع الصوره، تقدر تشرح لك ايه اللي موجود في الصوره، تقدر تغير الحاجه اللي موجوده. انا همشي معاك في الفيديو ان شاء الله واحده واحده، وعلشان ما اطولش عليك عشان عشان هقعد اشرح حاجات كتير، وبالنسبه لها ازاي نشغل الجزء بتاع الاي بي اي ده هو ممكن يكون المعقد شويه، بس باذن الله انا هخليه الموضوع بالنسبه لك سهل يعني وتشتغل عندك. فعشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا. بص يا سيدي، الموضوع احنا لو هنبدا الاول هنا جوه كونفي يو اي. هتدخل جوه المانجر، تدخل جوه كاستم نود مانجر، وتقوم جاي كاتب هنا جيميناي. اول لما تكتب جيميناي هتلاقي ان هو بيقول لك جيميناي فلاش 2.0 اكسبيرمنتال. ده كل اللي مطلوب منك انك انت تعمله. شايف كلمه انستول؟ هو انا عشان عملت لها انستول فخلاص هي موجوده عندي. انت بالنسبه لك هتدوس على كلمه انستول من هنا، واول لما تدوس كلمه انستول هيجيب لك مربع كبير هنا كده، رساله حمراء وتحتها مربع بيقول لك ايه، ريستارت. بعد كده هتقوم جاي انت عندك تبقى الورك فلو فاضيه، او انت هتحمل الورك فلو من الديسكربشن مكان ما هسيبها لك. فلو انت مش هتحمل الورك فلو هتدخل جوه هنا وهتقوم جاي كاتب جيميناي، هتلاقي جيميناي فلاش 2 اكسبيرمنتال. طيب بعد ما احنا معانا النود ديت نبدا بقى نعمل ايه؟ قبل اي حاجه احنا عايزين نشغل النود دي. النود دي بتعمل ايه؟ بتستخدم الموديل اللي موجود جوه جيميناي جوه هنا عندنا في كونفي. يعني بتستخدم الاي بي اي. اللي ما يعرفش الاي بي اي ده يعتبر المفتاح اللي جوجل هتديهولك عشان تقدر تستخدم المودلز بتاعها على اي بلاتفورم تانية. زي الناس كده اللي بتحط الايجنت بتاع او الموديل بتاع جيميناي جوه الواتساب او جوه التليجرام او جوه الديسكورد، وتقدر تستخدمه، تقدر تساله اسئله ويرد على الناس اللي موجودين عندك في السيرفر. فاحنا هنعمل نفس الحوار دوت بالظبط، بس عندنا هنا جوه كونفي اي. نجيب الاي بي اي كي ده منين؟ طيب اول حاجه انت هتعملها هتدخل جوه اي اي ستوديو دوت جوجل هنا، وبعد ما تدخل على الويب سايت هتقوم جاي دايس على كلمه جيت اي بي اي كي. طبعا انا بالنسبه لي انا عندي كذا اي بي اي، لكن انت بالنسبه لك انت هتقوم جاي دايس على كرييت اي بي اي كي هنا، وهتقوم جاي اول لما تدوس في السيرش هيجيب لك كلمه جيميناي اي بي اي. هتدوس عليها وتدوس على كلمه كرييت اي بي اي كي. اول لما هتدوس عليها هيقوم جاي مطلع لك رساله كده ويقول لك انت دلوقتي بقى معاك اي بي اي، تعمل له كوبي. هتقول له اه اعمل لي كوبي. هنفترض ان احنا، طب انا هجرها يعني، انا هدوس معاكم هنا عشان هي بس هو كده، عشان ده هيبقى الكي رقم 4 عندي. تمام، بس هي تطلع لك حاجه زي كده. فانت هتدوس على كلمه كوبي. اول لما بتدوس كوبي تيجي هنا تقوم جاي داخل جوه اي بي اي كي وحطه هنا. بس كده، ده كده كل اللي مطلوب منك انك انت تعمله كده. الموديل بقى شغال معاك، ولكن في خطوه صغيره كانت موجوده على الجيت هاب بتاعه الراجل اللي عمل النود ديت، ممكن تظهر معاك مشاكل. لو ظهرت معاك مشاكل وقال لك ان الاي بي اي كي ده مش شغال، هتعمل زي ما انا بقول لك بالظبط كده. ركز معايا. اول حاجه هتخش جوه المكان اللي انت مسطب فيه كونفي يو اي، جوه كونفي يو اي جوه حاجه اسمها كاستم نود. انت بقى عندك، انا هنا عامل فريش انستول لكونفي عشان اشغل عليه النود ديت، مش مشغله عندي على الكونفي الكبير. فبالتالي هنا عدد النودز اللي موجوده صغيره قوي. فانا هدخل جوه النود اللي هي جيميناي فلاش 2.0 اللي احنا لسه محملينها. هتلاقي فولدر هنا اسمه config. ركز معايا بقى، هو الموضوع سهل وبسيط. هتدوس كليك يمين عليه وتدوس edit with notepad. اول لما تدوس edit notepad هتلاقي جيميناي اي بي اي كي زي ما هو مكتوب هنا. دلوقتي انا ده الاي بي اي بتاعي، انا عامل عليه بلور. انت هتقوم جاي واخد اللي انت لسه عامل له كوبي وتحطه مكان الاي بي اي ده.
وتقوم جاي دايس على كلمه سيف، او لو انت ما عندكش نوت بلس اللي هو النوت باد بلس بلس ده، تدوس كليك يمين وتدوس على اوبن ويز نوت باد اللي هي العاديه بتاعت الويندوز، وهتعمل نفس الحوار وتعمل سيف وخلاص. انت كده دي الخطوه اللي ممكن تسبب لك مشاكل. خلاص كده تمام. بس ده لو واجهتك مشاكل. تعالى بقى نمسح دي ونبدا نشوف الاستخدامات بتاعتنا للنوت دي نقدر نعمل بيها ايه. انا دلوقتي هقفل الجزء بتاع الاب سكيل ده، هسيب لك طبعا الورك فلو دي في الديسكربشن تقدر تحملها مجانا يعني ما تقلقش. وبعد كده على فكره انا هخلي الورك فلوز يعني مجانا، اللي عايز يدعم على باتريون يدعم. دي حاجه انا عاملها، انا باتريون بحط لهم حاجات مميزه، ولكن اي حاجه بتطلع مني من اليوتيوب هتبقى موجوده مجانا، تقدر تدخل في اللينك وتحملها براحتك يعني ما فيهاش اي مشاكل. علشان يعني انا مش عايز ابقى رابط ان الدعم علشان انت عايز ورك فلو معينه، لا، لو انت عايز تدعمني هتدعمني براحتك يعني، دي تبقى حريه كامله ليك لو حاسس انك انت بتستفاد. لكن الورك فلو والحاجات دي كلها تبقى موجوده مجانا، تقدر تحملها من اللينك في الديسكربشن. تعال اوريك امثله تانية نقدر هنا بقى نعملها جوه جيميناي. مثلا احنا عندنا صوره زي دي الصوره اللي انا حاططها، الصوره اللي انا عاملها يعني، وعامل لها داون سكيل عشان هي دي مساحتها 2048 في 2048، فانا عايزها تبقى ايه اصغر شويه. جميل، علشان تترفع بسرعه في جوجل ويبدا انه يطلع النتيجه بسرعه. نقدر نعمل فيها ايه؟ نقدر مثلا نقول له change the mug color to green، مثلا غير لون المج الاحمر مثلا، وندوس جنريت. على فكره انت لو دوست كنترول انتر تقدر تعمل جنريت للصوره بدل ما تدوس على كلمه ران، ده شورت كات كويس. هيقوم جاي مغير لك اللون بتاع المج زي ما انت شايف. لو انا جيت قلت له بدل ما تشينج اللون بتاع المج، مثلا change the glasses color tread the glasses and the mug الاتنين مع بعض، وندوس كنترول انتر. هي اصلا النضاره لونها احمر انا بس هو قام جاي ايه مغيره. ممكن بدل الجلاس نقول له الشيرت، يغير لون التيشيرت ويغير لون المج. تمام. بس هو هنا خلى لون التيشيرت لونه لبني شويه وخلى المج لونه احمر، هو اشتغل لدماغه يعني. بس انت كده فهمت الاداه دي تقدر تعمل ايه. طبعا تقدر تربطها باي حاجه، يعني انا مثلا خلاص الصوره دي عجبتني، او انا جاي فاتح هنا الجزء بتاع الاب سكيل واقوم جاي دايس ران مره كمان. هو بقى مش هيعمل لي الصوره دي تاني لان انا هنا هو شغال بنفس الحوار بتاع كونفي، شغال بسيد. طالما السيد فيكسد هنا الصوره دي هتفضل زي ما هي. بعد كده هيدخله جوه الكي سامبلر وانا هسرع البروسيس ديت واوريك النتيجه اللي بتطلع في الاخر. وبالتالي زي ما انت شايف بص الكواليتي بتاع الصوره اتحسن تماما عن الصوره الاصليه، اتعمل لها اب سكيل بمعنى صح. فهتلاقي ان الحاجه كلها طبعا ضاف ديتيلز ثانيه. بص بدل دي الصوره بتاعت جوجل، دي الصوره بعد ما اتضاف لها الديتيلز. فانا بحب الورك فلو دي جدا اللي هي بتاعت الاب سكيل. هتحسن معاك الحاجات بتاعت جوجل، لان هو جوجل مش مهمته ان هو يطلع لك صور جودتها كويسه اكتر ما هو بس يعدل لك التفاصيل اللي في الصوره. طبعا الصوره الاصليه الجوده بتاعتها كانت كويسه، فهمت قصدي يعني. فدي هي دي واحده من الحاجات الكويسه قوي انك انت بتشتغل هنا نيتيف على كونفيو اي، تقدر تربط باي حاجه، تقدر تطلع الحاجه جودتها زي ما انت شايف. ماشي، تعالى مثلا نحاول ان احنا نغير الصوره ديت لزي ستايل كرتون. تعالى مثلا نكتب له ايه change the image to a cute cartoon style. تعالى نشيل دي كده ونشيل cute. قلت له change the image to 2D vector style and keep the original feature من الصوره الاصليه. تعالى نشوف هيقدر يعملها ولا مش هيقدر يعملها. واخد الصوره تحس ان هو يعني حد لسه مبتدئ هو اللي عامل الصوره ديت، مش عجبانا النتيجه نقدر نغير. وانا دايما بريكومند تقوم انت جاي حاطط كوما هنا تكتب ان هاي كواليتي، دي بتفرق قوي مع جوجل معرفش ليه. ماشي اهو رايحين في حته مش عارف اصلا فيكتور المفروض بتبقى كده مش ماشي. ايوه كده كده احنا في مكان تاني. تعال بقى نغير السيد ندوس كنترول انتر. لا رايقه قوي دي. دي تعبر عني بالظبط. فزي ما انت شايف انت تقدر تعمل حاجات رايقه قوي 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 بالنود ديت، تقدر تربطها باي نود انت عايزها وتطلع نتيجه. انا هسرع الفيديوهات بعد كده
هتبقى سريعه علشان ما اضيعلكش وقتك، وعلشان هي لو المعلومه بسيطه هتبقى معلومه بسيطه، عشان بعد كده هتيجي فيديوهات هتلاقيها كبيره جدا جدا جدا، فخلي بالك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان كل ما هو جديد. وان شاء الله فعلا الفتره اللي جايه دي هيبقى في مجموعه فيديوهات، في حاجات كتيره قوي 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 في الاجازه ديت فاتتني. هنركز على كونفيو اي الفتره ديت، هنركز على الموديل بتاعه ستيبل ديفيوجن والموديل الجديده بتاعه فلكس. يوم الاربع من كل اسبوع هيبقى في ردا على الكومنتس بتاعه اليوتيوب، لو حد عنده مشاكل او كده هنعمل فيديو بيرد على كل المشاكل دي. فلو انت عندك مشكله او عندك اي حاجه انت عايز تصلحها سيبها في الكومنت، انا كده كده هنختار 10 كومنت بحاجات يعني اقدر انا في مقدوري ان انا اناقشها بسهوله او اقدر اصلحها بسهوله. بس واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.